الله يحميك أبو سعد. الله يحميك أبو سعد. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى وإمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، الله يمسيكم بالخير. الله يحيي الثورة المباركة، ثورة الأحرار، الثورة السورية اليتيمة للأسف التي تركت لمصيرها. هذه الثورة التي يصدر أبنائها أروع صور النضال والبطولة والكفاح من أجل الحرية، من أجل نيل استقلالهم الحقيقي تحت وطأة احتلال وكيل إسرائيل. النظام السوري هو وكيل إسرائيل الحصري في المنطقة، وهو حامي الجبهة الشمالية لإسرائيل، أو إن صح التعبير للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة. كم تمتعت الجولان بهدوء. يخبرني أحد الصحفيين الذين زاروا الجولان قبل كم سنة، يقول: رأيت سكون غريب في الجولان، الطيور تتمتع بالحرية والاطمئنان، لا أحد يستطيع أن يعبر الحدود إلى إسرائيل، لأن بشار وحزب بشار هم حماة الحدود الإسرائيلية أو الفلسطينية المحتلة من أي نية لاحتلال. لذلك لا نستغرب أن إسرائيل دولة الكيان الصهيوني تفرض فيتو على العالم حتى لا يتحرك لنجدة الشعب السوري. تعرفون أن القذافي منذ أول خطاب لما قال: من أنتم وسنلاحقكم بيت بيت ودار دار وزنقة زنقة، من بعدها وضع أو طلب من المحكمة الجنائية الدولية. اليوم كم مضى؟ سنة وشوي، عشرات الألوف من الضحايا والمعتقلين والمفقودين والقتلى، ولم يوضع بشار في منظمة أو في محكمة الجنايات. كل هالجرائم اللي تشوفونها ولم ينادى ببشار أو يتهم أو يطلب لمحكمة الجنايات الدولية، مما يدل أن العالم تديره إسرائيل. ولكن بإذن الله ستنكسر إسرائيل، وإيران وحزب الله سينكسرون أمام أطفال درعا ونساء بنياس ورجال حمص وكل السوريين الأبطال، عربهم وكردهم، مسلمهم ومسيحيهم، كلهم سيواجهون بإذن الله هذا الطاغية. ستكون سوريا أو الثورة السورية هي ذروة سلام الربيع العربي، هي عروس الثورات سوريا. لذلك لن ننعم بالربيع العربي حتى نرى هذا العلم يرفرف على الرئاسة السورية بإذن الله. رئاسة الجمهورية في ساحة الأمويين يرفرف هذا العلم، وقريبا بإذن الله سنرى هذا العلم هو العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية بإذن الله. أنا أحيي الجامعة العربية المفتوحة، وأشكر الدكتور نايف المطيري، وأشكر اتحاد الطلبة وجميع الأساتذة وجميع من حضر اليوم، وندعوكم للمساندة والمواصلة في دعم هذه الثورة المباركة، سواء إعلاميا أو بالدعاء أو بالمال، أو من استطاع أن يذهب إلى هناك فليذهب، سواء إلى الحدود السورية لنجدة اللاجئين والمشردين، ليبذل كل منا ما يستطيع لنصرة هذه الثورة. هذه الثورة اليوم هي ليست ثورة من أجل سوريا، بل هي ثورة من أجل فلسطين ومن أجل لبنان ومن أجل العراق ومن أجل الخليج. هي ثورة لكل العرب والأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميك دكتور نايف، الله يحميك. والآن كلمة للشاعر أو قصيدة للشاعر محمد البلخي.
السلام عليكم. احنا قصيدتنا بعنوان يا جيشنا الخاين، معناها كل انسان خاين للوطن بنسميه جيشنا الخاين.